الحمد لله على السلامة يا عرب. بقول لك ايه، ما تيجي اخدك في رحله مع الاهلي والراجع على دوري المتعه والاثاره، دوري الرايه والصفاره، الايجيبشن ليج 2024 اللي الاهلي في مرحله من مراحله عمل اكتساح للدوري بكل ما تحمله الكلمه من معنى، بعد ما كانت النتائج سيئه في البدايه، لكن مع ترتيب اوراق المارسيل كولر بعد ما فاز بدوري ابطال افريقيا 2024 على حساب الترجي التونسي كان شيء يدرس بالمعنى الحرفي. تعال ندخل ونشوف ازاي ده حصل. في يوم 14 يونيو 2024 بيراميدز كان في صداره جدول الترتيب ب 56 نقطه من 23 مباراه، والاهلي كان في المركز التاسع ب 33 نقطه من 15 مباراه. بيراميدز بقى كان فارق عن الاهلي ب 23 نقطه، والاهلي كان محتاج يفوز بالمؤجلات كلها اللي هم كانوا 8 مباريات ب 24 نقطه علشان يتصدر الدوري ويفرق عن بيراميدز بنقطه واحده. وعايزك تخلي في ذهنك دايما ان الاهلي كان محتاج يفرق عن بيراميدز بنقطه واحده، والاهلي رجع يستأنف مبارياته في الدوري من تاني من يوم 14 6 2024 قدام فاركو لحد يوم 8 اغسطس 24 كان يوم حسم الدوري بقضيه قفشه قدام سموحه. والاهلي في خلال الفتره دي وركز معايا ابوس ايدك لعب 16 مباراه في 55 يوم، ولو حبينا نشغل دماغنا ونعمل فيها اينشتاين شويه هناخد ال 55 يوم ونقسمهم على 16 مباراه، هتلاقي الاهلي كان بيلعب كل 3 ايام ونص مباراه. برافو عليك. المشكله هنا ما كانتش في انه بيلعب كل 3 ايام مباراه، المشكله الاكبر ان الاهلي فاز فيهم كلهم من غير اي هزيمه ولا حتى تعادل، لا وكمان فرق عن بيراميدز ب9 نقط، ده قبل ما الدوري ينتهي ب3 جولات بعد ما كان الاهلي محتاج يفرق بنقطه واحده بس. انت لو مش فاهم معنى الكلام ده ايه هيبقى عندك مشكله في خلايا عقلك الا تنكري. ايوه. يا ابني بقول لك ان الاهلي لعب 16 جوله في 55 يوم، يعني دور كامل من الدوري في اقل من شهرين وكسبهم كلهم. انت متخيل ايه يابا؟ لسه ما عرفتش الظروف جات لهم ليه؟ ده حتى يا جدع رئيس الليجا بنفسه طلع يقول لك بطوله كاس العالم للانديه 2025 هتكون اجهاد على فرق اوروبا. طب ده يتقال له ايه بذمتك؟ حاول اضرب كف بكف يا حاج. وتعالى نشوف ارقام الاهلي في الايجيبشن ليج 2024. الاهلي لعب 34 مباراه، فاز في 27 وتعادل في 4 واتهزم في 3. سجل الاهلي 75 هدف واستقبلت شباكه 28، وحصل الاهلي على الدوري رقم 44 ب 85 نقطه وبفارق 6 نقاط عن اقرب منافسين. خد هنا فين اللايك واشوفك الفيديو الجاي.